مجمع السلمانية احتفال للأطفال في مجمع السلمانية. لماذا؟ احتفال؟ نعم. وراح نشوف الحين من اللي. شلون احتفال؟ ما عرفت. احنا نتساءل، يعني هناك ادعاء بأن هناك مئات الجرحى. يعني تعرف من اللي يحدث؟ استاذ سعيد؟ لا. اللي مرفع يده؟ لا. تعرف الدكتور صلاح؟ دكتور صلاح قال المستشفى يمكن يعني مو واضح الان. يعني للاسف ياسفنا انه حنقول الارهابي علي العكري. الدكتور علي العكري. هل يحق يعني لطبيب وفي مجمع حقيقة طبي انهم يحتفلون في ظل ادعاءات بوجود مئات الجرحى في هذا المكان؟ يعني نسمع دكتور. يعني من شعارات منصورين والناصر الله. يعني دكتور صلاح سمعت يعني قصدي يعني أنا أستغرب هذا الصرح الطبي، تصفيق وتهليل على ماذا؟ هذا الصرح فيه مرضى، فيه جرحى. هل خلى السلمانية من المرضى والجرحى حتى نصفق؟ ما في مرضى جرحى في الأربطة في هاي بس أتأكد يا جماعة، هاي مثل لقطات تم، هاي لقطات قريبة يعني خلال هاليومين. يعني والسؤال الأكبر، ما هي بشائر السعادة؟ يعني أنت حينما تكون طبيبا فإن من حولك جرحى ومرضى يحتاجون إلى هدوء وطمأنة وتهدئة وليس تصفيقا وين الوزير ومرجا دكتور صلاح؟ وين الوزير عن هذه الأعمال؟ أستاذ سعيد. والله أنا بسأل جماعة. الوزير هو المفروض يرجع الليلة حسب المعلومة التي عندي، سيرجع الليلة. نعم. وهو كان خارج البحرين. لكن يعني هل يحق ايضا، هاي سؤال دكتور صلاح، يعني سؤال نسال، هل يحق لوزير انه يسافر، وزير الصحه ومنشاته تتعرض للاحتلال؟ يعني انا سأذكر السبب الذي اعرفه